ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ في الفيديو اللي فات انا اتكلمت معاك عن مميزات العمل الحر. في الفيديو ده بقى انا حابب ان انا اتكلم معاك عن العيوب عشان يبقى عندك الصوره كامله، وعلى اساسها تبدا تحدد القرار بتاعك، سواء بقى انت عايز تكمل فعلا كفريلانسر او عايز تشيل الفكره خالص من دماغك. انا هقول لك على كل العيوب اللي انا شفتها في الفريلانسنج بكل حياديه، بس في حاجه برده زي ما نبهت عليها في الفيديو اللي فات هنبه عليها برده تاني في الفيديو دوت، وهي ان الموضوع نسبي. يعني انا ممكن حاجه اقول عليها مش كويسه او عيب في الفريلانسنج انت تبقى شايفها كويسه. اول عيب بقى هنتكلم عنه النهارده، وهي تعتبر من اكبر المشاكل اللي بتواجه اي حد بيفكر هو في يوم من الايام يبقى فريلانسر: الامان. على عكس الشركه انت ممكن تشتغل او ما تشتغلش، فانت ضامن ان انت في اول كل شهر هيجيلك المرتب بتاعك، مالكش دعوه باي حاجه ثانيه. الفريلانسنج مش كده، اشتغلت في فلوس، ما اشتغلتش مفيش فلوس. وما تبصش برضو على دلوقتي، بص على قدام. انت دلوقتي مثلا ما وراكش مسؤوليه، ممكن قدام يبقى عندك عيله، عندك ناس مسؤوله منك، فانت ما عندكش رفاهيه اصلا ان انت ما تشتغلش. فانا هنا هقسم لك الموضوع على شقين: الشق المادي والشق النفسي. الشق المادي انت ممكن فعلا تشتغل شهر وتقعد شهرين ثلاثه ما تشتغلش. اي نعم، قبل كده قلت لك ان انت ممكن بشغل شهر واحد تقعد 3 4 شهور انت مش محتاج ان انت تشتغل، بس ده هنا هيرجع لحته انت بتدير فلوسك اصلا ازاي. وان شاء الله هبقى اعمل فيديو عن ازاي تدير امورك الماديه. وفي طريقه ثانيه انا الحمد لله بقالي فتره ماشي فيها كويس، وهي فكره ان انا يبقى عندي اكتر من عميل في نفس الوقت، طبعا من غير ما ياثر على كفاءه شغلي، وده عشان اضمن في اي وقت من الاوقات ان انا ما بقاش قاعد من غير شغل. انما بقى الشق الثاني هو الشق النفسي، ففكره ان انت ممكن تقعد شهرين ثلاثه من غير ان انت تشتغل اصلا، دي حاجه ممكن تجيب لك اكتئاب حقيقي. وهنا بقى فكره الفريلانسنج ان هو بيدي لك وقت تشتغل على بروجكت ثانيه جنبه، فلازم تستغل حاجه شبه ديت. تاني حاجه بقى لازم تخلي بالك منها هي فكره المنافسه. المنافسه هنا مش زي الشغل العادي خالص. الشغل العادي انت بتنافس الناس اللي مقدمه على نفس الشغل، انما في الفريلانسنج انت بتنافس ناس من جميع انحاء العالم من مختلف الجنسيات، كلهم عايزين نفس الحاجه اللي انت عايزها، فانت لازم كل يوم يبقى عندك حاجه جديده بتطورها في نفسك. الحاجه دي بقى ممكن تشتغل على الكوميونيكيشن بتاعك، ممكن تشتغل على لغه ثانيه، وخد بالك انت كل ما بتزود المهارات بتاعتك سعرك بيزيد. الحاجه بقى اللي جايه دي انا واصحابي اختلفنا فيها لحد ما قلنا إيه، بس في منهم اللي شايفها حلو وفي منهم اللي شايفها وحش، فانا هقولها لك واسيبك انت اللي تحكم. فاكر لما في اول فيديو قبل كده قلت لك ان الموضوع نسبي، وان في حاجات انا ممكن اقول عليها عيب انت تبقى شايف اللي هي كويسه، وفي حاجات انا ممكن اقول عليها كويسه انت شايف اللي هي مش حلوه؟ هي دي بقى واحده منهم، وهي الوحده. فكره ان انت شغال كفريلانسر هيتحتم عليك غصب عنك مش بمزاجك اللي انت تقعد تشتغل اوقات كتيره جدا على الشغل بتاعك مع نفسك كده وفي حالك. فنصيحه مني ليك اهو بقولها لك من دلوقتي، من قبل ما تفكر اصلا انت تخش المجال ولسه محددتش، خلي عندك دايره صحاب بقى بتنزل تخرج معاهم، تنزل تقعد معاهم، ومحاول على قد ما تقدر ان انت ما تهملش في علاقاتك مع الناس، عشان مش هتعرف قيمه ده الا والله العظيم بعد فوات الاوان. النقطه اللي جايه دي بقى انا واحد من الناس كنت بعاني منها كتير جدا، بس الحمد لله يمكن الفتره ديت بدات اظبط الموضوع، وهي فكره ان انت صعب تفصل ما بين حياتك الشخصيه وما بين الشغل. انت لو شغال في شركه فانت بتيجي عليك الساعه 4 خلاص كده، اي حاجه في الشركه انت بتنساها من بعد الساعه ديت. على عكس الفريلانسنج انت ممكن تبقى قاعد بالليل مع صحابك تلاقي غصب عنك دماغك ماشيه مع الشغل، وخد بالك شغلك كفريلانسر بيتحتم عليك ان انت تشتغل مثلا مع جنسيات مختلفه، فبالتالي فرق التوقيت ده هتلاقي مثلا انت قاعد الساعه 9 بالليل مع صحابك او مع اهلك، هتلاقي واحد عنده الظهر بيكلمك. تعمل ايه بقى عشان تحاول تعالج الموضوع دوت؟ واللي انا بعمله دلوقتي هي فكره ان انت تخلي فيه مواعيد للشغل، وتتفق مع العملاء على مواعيد الشغل بتاعتك. انا من الساعه كده للساعه كده شغال، من بعد الساعه ديت انا ممكن ما تلاقينيش موجود، بس طبعا تراعي الطريقه اللي انت بتقولها بيها. يعني النقطه اللي جايه دي بقى مفيش فريلانسر شغال وتقيل في المجال ما عداش بيها، وهي فكره النصب. فكره اللي انت كفريلانسر لسه في بدايه حياتك وانت بتحاول لسه تلاقي اول عميل، ده بيخليك فريسه سهله جدا لاي حد ممكن ينصب عليك. هتلاقي بقى في مره اشتغلت ببلاش، هتلاقي مره تنصب عليك فلوس، وانت طبعا عشان لسه في الاول ما تبقاش فاهم اللعب ديت. وان شاء الله هعمل حلقه كامله مخصوص والله العظيم عشان الموضوع ده، بس ما تقلقش انت مع الخبره هتلاقي نفسك الموضوع بقى سهل قوي. انت مجرد ما هو يفتح بقه هتعرف ان ده نصاب، وهقول لك الطرق دي كلها. النقطه اللي جايه دي بقى انا عارف ليه هتلخبطك، خصوصا ان انا اصلا في الفيديو اللي فات قلت انها واحده من المميزات، وهي الوقت. انت شغلك كفريلانسر هيخلي عندك وقت طويل جدا تقدر تعمل فيه اللي انت عايزه، وخد بالك انا عارف ان على قد ما دي ميزه دي ممكن تاثر عليك بالسلب. يعني انت دلوقتي بقى عندك وقت كبير جدا، فبالتالي هتلاقي نفسك بتاجل الشغل بتاع النهارده، خلاص بقى خليه بكره. هتلاقي نفسك بقى عندك كسل، تسويف، انتاجيتك هتقل بطريقه انت مش متخيلها. فانت من اول يوم شغلك كفريلانسر لازم تتحكم قوي في موضوع الوقت دوت. النقطه اللي جايه بقى ديت حاجه من الحاجات اللي لازم تبقى محطوطه في الاعتبار كويس قوي لو انت في يوم من الايام ان شاء الله قررت ان انت تعمل اسره وانت رايح تتقدم. ناوي تقول لاهلها ايه؟ اي نعم انا عارف ان دلوقتي في وعي اكتر عن الفريلانسنج وعارفين الشغل بتاعه وعارفين الحمد لله ان هو يقدر يفتح بيت، بس مش كل الناس وصل لها الفكره ديت. في ناس كتيره جدا لسه بتفكر بالتفكير بتاع زمان، هو فكره ان انا عايز حاجه امان لبنتي وللمستقبل. فقبل ما تروح لازم تكون محضر اجابه السؤال دوت، عشان في الاول وفي الاخر هم ما يهمهمش حاجه غير ان هم يكونوا مطمنين على بنتهم. وده بقى ينقلنا لنقطه مهمه جدا، وانا والله العظيم متاكد ان دي ناس كتير جدا بتفكر فيها، ويمكن دي من اكتر حاجات برضه اللي مقلقاهم، هي فكره المستقبل الغامض. يعني انت لو شغال
في شركه فانت عارف ان انت في سلم وظيفي بتاخد اول خطوه، تاني خطوه، تالت خطوه، عارف ايه اللي هيحصل قدام. على عكس الفريلانسنج انت ما بتبقاش عارف طب وانا عندي 50 سنه هكون شغال ايه، فانت لازم تكون محضر خطه ناوي تمشي عليها. خصوصا كمان برضو ان في اجيال جديده بتطلع بتنافسك في نفس المجال بتاعك، فانت لازم تبقى مواكب ان انت تتعلم بسرعه وتتعلم اكتر. وخد بالك مش بتكلم على مجالك بس، بتكلم على فكره ان انت يبقى عندك مهارات تانية، المهارات بقى اللي انت تدير فريق الكلام ده كله، لان انت هيجي في وقت من الاوقات هتبقى تلاقي نفسك اللي انت لازم تستغل الخبره بتاعتك دي، وان انت تشيل ايدك بقى من الشغل وتبدا تجيب ناس تانية من الناس الجديده ديت هي اللي تقوم بالشغل عنك وانت تمسك الفريق ده. وفي حاجه بقى بنصحها لناس كتير جدا وبنصحها للناس القريبه اللي هو زيك انت كده يعني، هي فكره ان انت لو في يوم من الايام قررت تسيب الفريلانسنج وتبدا ان انت تعمل الفريق بتاعك وتاسس الشركه بتاعتك سواء بقى ايجنسي او ايا كان، هي فكره ان انت تروح تشتغل في شركه على الاقل سنه عشان تبقى فاهم ديناميكيه الشغل بتاعت الشركه، تبقى فاهم المطبخ من جوه الدنيا تمشي فيه ازاي وازاي هتدير الفريق بتاعك. حتى لو هتضطر مثلا ان في السنه ديت ما تاخدش احسن مبلغ انت كنت مستنيه، انت رايح هناك عشان تتعلم. النقطه اللي جايه بقى ديت وهي فكره التامين والمعاش. ناس كثيره جدا رابطه موضوع الامان في حته ايه لما تبقى عندها 50 سنه او اكتر بفكره هل هيبقى في دخل ولا لا. فحل حاجه شبه ديت هي فكره اللي انت من اول يوم تشتغل فيه كفريلانسر تبدا تشيل فلوس على جنب. وعايز اقول لك في شركات بتبدا تشتغل معاك على التامين الصحي وتبدا تشتغل معاك على المعاش بتاعك لو انت حابب النوع دوت من الامان. في حد تاني بقى ممكن يجي يقول لي لا على فكره هو انا هستنى ان انا اروح على الشركه تديني معاش قدام وانا بديهم دلوقتي مثلا الدولار هو ب 50 يرجعوا لي وانا عندي 60 سنه والدولار ب 150، فلا انا هستثمر ايه بنفسي. على فكره انا ممكن اعمل ان شاء الله حلقه كده بتكلم فيها عن الاستثمار للشباب، هبقى اقول لكم يعني ساعتها لما اجي انزلها. وبكده الحمد لله نبقى احنا خلصنا الحلقه ديت. بس قبل ما تقفل ما تنساش تدعي لي دعوه حلوه كده ان شاء الله وتنشرها مع اصحابك بحيث اللي هو برضه يبقى عندهم الصوره كامله زي ما الصوره الكامله وصلت لك، واعتبرها انت كمان صدقه جاريه ليك. لو حد من صحابك شاف الفيديو دوت واشتغل فانت هتاخد برضه الثواب، وكل ده هيبقى في ميزان حسناتك. ما تنساش بقى تعمل سبسكرايب للشانل عشان ان شاء الله ما يبقاش دوت اخر فيديو تشوفني فيه. بشوفك ان شاء الله الفيديو اللي جاي.